أعزائي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي قناة وصفحة دفتر أحوال، معاكم نجوى عبد العزيز الصحفية، وبنتابع لكم دلوقتي إيه الأسباب اللي خلت الفنانة علا غانم تخلع تقيم دعوى خلع على جوزها اللي جت معاه من أمريكا هي وأولادها، وإيه الأسباب اللي خلتها تنزل من أمريكا بعد غياب 5 سنين عن أرض الوطن. تعالوا نعرف إيه هي الأسباب. يا ترى حد معانا؟ كل سنة وأنتم طيبين. ودلوقتي هقول لكم على الأسباب اللي بسببها أقيمت دعوى خلع أقامت الفنانة علا غانم دعوى الخلع من زوجها رجل الأعمال، وهي الفنانة الجميلة اللي صورتها أمامكم الآن. محكمة الأسرة بقصر النيل علقت دعوى الخلع اللي أقامتها الفنانة علا غانم لحين الفصل في طلب الرد. لحين الفصل في طلب الرد. قررت محكمة الأسرة بقصر النيل تعليق دعوى الخلع المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها الثالث عبد العزيز لبيب رجل الأعمال. أقامتها ليه بقى؟ هي بتقول في دعواها إنها بتقيم دعوى الخلع لوجود ضرر، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما لحين الفصل في طلب الرد. كان محامي علا غانم قد أقام دعوى خلع عن موكلته الفنانة علا غانم بمحكمة الأسرة بقصر النيل ضد زوجها، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية. خلافات زوجية بينهم، بين الاتنين علا غانم وزوجها رجل الأعمال. طبعا يذكر أن في 20 مارس 2018 كانت قررت محكمة الأسرة برضو بقصر النيل شطب دعوى الطلاق المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها برضو هو رجل الأعمال عبد العزيز لبيب. ليه بقى؟ ده كان 2018. ليه بقى؟ لتصالحهما. وقدم المحامي عن الفنانة علا غانم طلب بشطب الدعوى من رئيس المحكمة لتصالح المدعية اللي هي الفنانة علا غانم مع المدعي هو زوجها. يذكر أن الفنانة علا غانم تزوجت 3 مرات. الأولى كانت وعمرها 17 عاما من وليد الضفراوي بالضاد مش بالدال يعني، وأنجبت منه ابنتيهما كاميليا وفريدة. استمر زواجها 5 سنين وانتهى بالانفصال. احنا بنقول طبعا دلوقتي محكمة الأسرة أقامت أقيم أمامها دعوى خلع من الفنانة علا رامي ضد زوجها رجل الأعمال للضرر. دلوقتي هنشوف ان زواجها الاول كان وهي عندها 17 سنة وانجبت منه ابنتيهما كاميليا وفريدة اللي هي جت بيهم من امريكا، واستمر جوازها ابو البنتين 5 سنين وانتهى بالانفصال برضو. الفنانة علا غانم تصدرت الترند ومحركات ومؤشرات البحث في جوجل خلال الساعات اللي فاتت، وذلك بعد تأجيل دعوى الخلع التي تقدمت بها ضد زوجها في محكمة الأسرة. واللي تم فيها ايه بقى؟ اللي تم فيها تأجيل الدعوة لجلسة 4 فبراير المقبل، وأقام محاميها دعوى خلع عن موكلته ضد زوجها رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، وذلك للضرر واستحالة العشرة ووجود خلافات زوجية فيما بينهما واستحالة إكمال العلاقات الزوجية معه.
مع زوجها يعني. وكانت الفنانة علا غانم قد عادت إلى مصر قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد غياب 5 سنين، حيث أن علا غانم كانت تقيم هناك برفقة زوجها رجل الأعمال المصري الحاصل على الجنسية الأمريكية عزيز لبيب، وابنتيها كاميليا وفريدة. وكان السبب وراء عودة علا غانم، وده اللي قلته هقوله لحضراتكم، ان هي ليه رجعت من امريكا. السبب وراء عودة علا غانم هو الاحتفال بزفاف ابنتها الكبرى كاميليا على نجل أحد رجال الأعمال بالإسكندرية، والتي ربطتهما قصة حب طويلة كللت بالزواج. بينما تواصل علا غانم تصوير مسلسل الحاج إكسلانس الذي تشارك في بطولته بجانب الفنان محمد سعد، والمقرر عرضه في رمضان المقبل. كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا. و ده بمناسبة ان العمل ده هتشارك بيه في رمضان يعني. وخلاص رمضان، كل سنة وانتم طيبين على الابواب. كل سنة وحضراتكم طيبين، ونتمنى السلامة للفنانة، ونتمنى ونقول لها ألف مبروك لبنتها. ودي كانت متابعتنا دلوقتي الخاصة، واللي خصصناها لدعوة الخلع اللي أقامتها الفنانة الجميلة علا غانم، واللي صورتها أمام حضراتكم الآن. أرجو أن تكون المتابعة نالت إعجاب حضراتكم، وبشكركم، وإلى اللقاء في متابعات أخرى. كان معاكم نجوى عبد العزيز الصحفية من قناة وصفحة دفتر أحوال. شكرا.